السلام عليكم وكي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ عواشركم مبروكة. اليوم بغيت نشارك معاكم واحد الكيكة بالدقيق ديال القمح والتمر واللوز ايفيلي. كتجي زوينة وكتجي رائعة. كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو وما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم واشتراك وبارطاج وتفاعلوا مع هاد القناة، بغيتها تطلع وتزيد لقدام فضلا وليس امرا. وشكرا للناس اللي كيتفرجوا فيا، كنشكركم بزاف بزاف وكنموت عليكم. المهم نخليكم مع المقادير ديال هاد الكيكه. كتجي رائعه وصحيه بالدقيق ديال القمح الحبوب واللي كنطحنوه. انا غنديرها بيه كتجي رائعه بزاف بزاف. هنا عندي 4 ديال البيضات، وعندي 2 ساشيات ديال السكر الفاني، وعندي كاس عامر ديال سنيده. كيف ما كتشوفوا غادا نطرب البيض والسنيده مزيان. البنات اللي بغيتو الكيكه تجيكم ناجحه، خدموا البيض مع السنيده مزيان تيولي على هاد الشكل. كتجينا الكيكه طالعه تبارك الله ومفشفشه. وكندير كاس ديال الزيت، راه درتو دابا. وغندير كاس ديال القهوه، قهوه سريعه الذوبان، درتها في الماء سخون. غنخلط مزيان مزيان هادشي. خلطته. هذا هو الدقيق ديال القمح، ماشي الفينو، ماشي القمح اصيلي. وغادا ندير 2 ساشيات ديال الخميره. المهم غادا نهز، درت 3 المعالق، 4، 5 المعالق حيت هاد المعلقه عندي شويه كبيره. وغادا ندير التمر غير العادي مقطعه ودايره في هاد البواطه. غندير حساب شي كاس عامر ديال التمر صافي. وغادا نخلط كلشي مزيان. وغادا ندير 2 ساشيات ديال خميره الحلوى. كنتمنى تجربوا هاد الكيكه، كتجي زوينه، ولكن الطريقه باش تجيكم الكيكه ناجحه 100%. ديما خدموا البيض مع السكر سنيده، خدموه مزيان. 6 درت 5 6 7 المعالق ديال الدقيق ديال القمح صافي. كنديروا الدقيق هو الاخر هو الخميره. وغادا نزيد صافي. وغادا نخليها بحال هكايا على جانب. كيف ما نطرب واحد شويه بالطراب ديال الضو باش يتخلط لي داك التمر والدقيق. كتجي رائعه بزاف هاد الكيكه وصحيه، ماشي بحال الاخرى ديال الفورس. صافي كتجي على هاد الشكل. غادي نجيب دابا، ما بغيتش انا نديرها في المول، غنديرها في المقله الثقيله. عندي المقله كبيره بزاف. غادا ندهنها بالزبده مزيان كيف ما كتشوفوا. اصلا المقله عندي طايعه وشبعانه زيت، ما فيهاش دوك ما متسماش من الجناب، نقيه. المهم طايعه مزيان صافي. غادا ندهن المقله مزيان مزيان. ما غادا نرش ما غنرشهاش بالدقيق. غادا نجيب هنا عندي واحد شويه ديال اللوز ايفيلي، هو اللي غندردر به المقله. في بلاصه الدقيق غادا ندير هذاك اللوز ايفيلي. هانتوما كيف ما كتشوفوا، غير الزبده واللوز ايفيلي بلا ما ديروا الدقيق. كتجي رائعه وكتجي زوينه هاد الكيكه. صافي دابا غادا الخليط غادا نخويه وغادا ندخلها للفران. فران ما كنشعلوش انا يسخن حتى كنخشي الكيكه باش ما حد السخونيه كتبدا طالعه والكيكه كتطلع. ماشي يكون سخون كتحطها كتشوط. صافي كتجي لذيذه هاد الكيكه. انا الا كانوا عندي حتى طريفات ديال اللوز ولا الكركاع كنديرهم في الوسط، وعندي وما بغيتش ندير. صافي. وعندي هنا الشكلاط ديال الكوكيز، غادا نديرو من الفوق، ندردرو فوق منها. كيكه طبيعيه واقتصاديه واهم حاجه صحيه بزاف بزاف. صافي
كنتمنى تجربوها، وفضلا وليس أمرا اللي تفرج في الفيديو الله يخليكم، الله يعطيكم صحيحتكم، تفاعلوا مع هذه القناة، بارطاجي وخليو شي تعليق زوين فضلا وليس أمرا. مهم هاي الكيكة ديالنا ندخلها للفران. الآن من بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هاد الشكل، طلعات مزيان تبارك الله، وجبدتها هبطتها واحد شوية لتحت تحمرات. ودابا غادي ندوز باش نقلبها. طاح ليا التليفون سمحوا لي. اصلا هي ما لاصقاش، انا غير بغيت ندير هاد الموس بحال هكايا باش تجيني سهله. غندير هاد الطاوه بحال هكايا، هذه هي اللي غتجيني، وغادا نقلبها فيها، ومن بعد عاد نديرها في الطبسيل. يا سلام، شوفوا كي جات تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. جات محمرة مزيان، وجات طالعة ورقيقة، وجا داك اللوز إيفيلي في الجناب عاطي واحد المنظر رائع بزاف بزاف. البنات كنتمنى تجربوا هاد الكيكة، الله يجازيكم بخير، وتفاعلوا مع هاد القناة فضلا وليس أمرا، بارطاجيو الفيديو. المهم غنقطعها معكم باش تشوفوها. كتجي خفيفة ولذيذة، وبالتمر كتجي معلكة. شوفوا كي جات، اللهم بارك، كتجي زوينة بزاف. كنتمنى تجربوها، ولايكات البنات، لايكات وتعاليق زوينين، شجعوني، وشكرا لكم بزاف.